بعض الناس لما بتعمل جريمة بتكون فاهمة إنها مأمنة نفسها كويس وإنها مستحيل تتكشف، بس بتنسى حاجة مهمة جدا، إن ربنا سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء، ومهما عمل الجاني أو المجرم من احتياطات وأمن نفسه لازم في الآخر جريمته هتتكشف، لأن في حاجة اسمها العدل الإلهي. زي الجريمة اللي معانا النهاردة واللي بقت ترند في العراق وفي الوطن العربي كله، جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي. خلينا نعرف ايه اللي حصل والتفاصيل الكاملة للموضوع بعد الفاصل. السلام عليكم، اهلا بكم في قضية جديدة قلبت السوشيال ميديا الايام اللي فاتت، وهي جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي، دكتورة في كلية التربية اللي ظاهرة في الصورة امام حضراتكم دلوقتي دي. الواقعة بدأت زي اي واقعة او زي اي جريمة بتحصل، بلاغ للأمن في محافظة البصرة في العراق من أحد الأشخاص اللي كان ماشي بسيارته في أحد الطرق الصحراوية، ويشاء القدر إن السيارة تعطل في مكان وقوع الجريمة، فالشخص نزل من سيارته علشان يشوف إيه اللي حصل أو يحاول يصلحها أو يستنجد بحد ينقذه، فبيلاقي مجموعة من الكلاب متجمعة عند مكان في الرمل أو في الصحراء اللي جنب الطريق، وبتحاول تطلع منه حاجة. وطبعا زي ما احنا عارفين كلنا ان الكلاب حاسة الشم عندها قوية جدا. طبعا الفضول غلب الراجل وراح يشوف الكلاب دي بتعمل ايه او بتحاول تطلع ايه، ويفاجئ الراجل ان في المنطقة اللي الكلاب متجمعة حواليها جثة سيدة مدفونة، اللي هي جثة الدكتورة سارة. طبعا على الفور بلغ الامن، والامن بدوره شكل فريق بحث علشان يوصل لملابسات الجريمة او الواقعة. بس كانت المشكلة في إن المنطقة صحراوية ومفيش كاميرات مراقبة في المنطقة، بس يشاء القدر إن في كاميرا مراقبة واحدة موجودة سجلت الموضوع. الفيديو المعروض أمام حضراتكم دلوقتي، الكاميرا دي كانت موجودة في أحد المباني البعيدة عن الطريق الصحراوي، علشان كده الصورة مش واضحة في الفيديو أوي. الفيديو بيظهر فيه سيدة واقفة وشخص بيحاول يقرب منها ويتكلم معاها، وتقريبا بيحصل بينهم شجار أو كده. الشخص بيطلع مسدسه وبيضرب السيدة اللي واقفة طلقة نارية في راسها. طبعا بعدها السيدة بتقع في الأرض ميتة. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم إن صورة الفيديو مش واضحة، بس أجهزة الأمن عندها تقنيات أحدث من اللي احنا بنشتغل بيها، علشان كده قدروا يتوصلوا للشخص اللي موجود في الفيديو، ويتضح إن الشخص ده دكتور زميلها في الجامعة اسمه الدكتور درغام التميمي. وفي خلال 12 ساعة من فحص الكاميرات والتحريات بيتم القبض على الدكتور درغام. الدكتور درغام ده كمان خال أولاد محافظ البصرة الدكتور أسعد العيداني. الدكتور أسعد محافظ البصرة طلع بيان على السوشيال ميديا قال فيه إن القانون هيتطبق على أي حد، مفيش عواطف في تحقيق القانون حتى لو كان قريبه. طبعا نتمنى إن تصريحات المحافظ تكون فعلا هتتنفذ وما تكونش مجرد انه يهدي الرأي العام، لان زي ما قلت لحضراتكم ان القضية بقت منتشرة في العراق والوطن العربي كله، وهنشوف في الايام الجاية التحقيقات وصلت لايه وايه الدوافع اللي ورا الجريمة، لان لحد وقت نشر الفيديو ده التحقيقات لسه شغالة. شاركونا برأيكم في التعليقات، ايه اللي يخلي راجل دكتور في الجامعة يعني منصب محترم يقتل دكتورة زميلته في الجامعة بالشكل اللي بيحصل ده؟ دي كانت كل تفاصيل حكايتنا النهاردة عن مقتل الدكتورة سارة العبودي الله يرحمها، واستنونا في حكايات تانية كتير من حكايات مع الناس. ومع الناس عشنا حكايات مع الناس قناة كل الناس.